النادي الأهلي بيتعادل سلبيا مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب رادس بتونس. مش هينفع ننكر مجهود اللاعيبة بصراحة، وأنا قلت قبل كده إن لو التوفيق هيكون حالفنا هنقدر نسجل، إنما على الرغم من تقفيل المباراة من لاعيبة نادي الترجي إلا إن الأهلي راح بكذا كرة النهاردة، ولولا الاستعجال كان بقى فيه كلام تاني في نتيجة المباراة دي. انا مش هقول لك انا فرحان بنتيجة زي دي، ولكن هي افضل من اي نتيجة تانية كانت ممكن تحصل. وفي نفس الوقت انا مش زعلان على التعادل 0-0 لان لسه النهائي لم يبوح باسراره، وانا واثق جدا في النادي الاهلي انه هيحسمها في القاهرة ان شاء الله. انما انا عايز اتكلم على حاجة مهمة جدا، هو ليه كولر مقعد لاعب زي محمد مجدي قفشة وهو عاوز يفوز بدوري الابطال؟ انا عارف ان في ناس ممكن تهاجمني وهتقول لي قفشه مين وهو عمل ايه والكلام ده كله. هرد عليك واقول لك بمنتهى السهوله، هو الاهلي ظهر في التلت الهجومي غير بعد نزول قفشه في اخر ربع ساعه. بصوا يا جماعه، انا قلتها وهفضل اقولها، في الفيديو اللي فات قلتها وبقولها، قفشه هيكون ليه دور مهم جدا في الفوز بنهائي دور الابطال. تهاجمني تقول لي انت مش فاهم كوره، قول اي حاجه انت عايز تقولها، هاجمني براحتك، انما هي دي الحقيقه. النهارده امام عاشور لاعيبه الترجي محجمينه جدا ومش عارف يستلم ولا كوره، كل ما بيستلم كوره بيضربوه الكلام ده. والنهارده معلول اول 5 دقايق بيخرج من الملعب للاصابه واللاعيبه ضربته، يعني من الاخر الاثنين اللي حذر منهم المدير الفني للترجي، عرف يحجم واحد منهم والتاني ما كانش محظوظ واتصاب يعني. ولما تيجي تقول لي النتيجة دي مش كويسة للأهلي ونتيجة خادعة، هقول لك فعلا نتيجة خادعة، لكن برضو أكتر متشائمين من جماهير الأهلي ما كانش يتخيل إن معلول يتصاب أول 5 دقايق. وأنا بتمنى إن كولر يراجع نفسه، ولو عاوز بجد يخطف المباراة دي بدري في القاهرة يلعب قفشة، لعيب مهم جدا اقسم بالله يا جماعة. يعني الراجل بيقف على الكوره وبيمرر باصات سليمه جدا، رمانه الميزان فعلا، بيتحكم في حركه جسمه بطريقه رائعه، يعني الراجل بيعمل كل حاجه في الكوره، بيحرك بيربط بين التلت الدفاع والتلت الهجوم، حاجه جميله. وده اللي انت محتاج له، لاعب يقف على الكوره ويحرك لك الجناحين زي بيرسي تاو زي حسين الشحات، يجري اللعيبه دي ويحركهم زي ما حصل النهارده. ولكن الحمد لله هو نزل متاخر شويه، وبرضه دي وجهه نظري، وانا والله مش بهاجم كولر ابدا، انما انا بفكر معاكم بصوت عالي شويه، ولازم قفشه يبدا اساسي لو حابب يسجل في البدايه هنا في القاهره يوم السبت الجاي ان شاء الله. وعلى فكره الترجي كان بيلعب على التعادل هناك، والدليل ان الاهلي راح بكذا كره خطيره جدا خلال الشوط الثاني، وبدا الشوط الثاني احسن من الشوط الاولاني كتير. وهو قال كده المدرب ميجيل كاردوزو المدير الفني للترجي ان التعادل في رادس نتيجه ايجابيه بالنسبه له امام الاهلي، ودي تصريحات في منتهى الخطوره على الاهلي. يعني لازم ناخد بالنا ان الترجي هنا في القاهره هيكون خطير جدا لو ما سجلناش هدف بدري في مرماهم، لان كلنا عارفين فرق شمال افريقيا، وكنت قايل الكلام ده برضه، بيضيعوا وقت لما يكونوا فايزين بطريقه مستفزه، وان شاء الله ده ما يحصلش هنا في القاهره، ونسجل بدري وهم يفتحوا ملعبهم، وساعتها هيكون للاهلي راي اخر في نتيجه المباراه.